السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنعمل كيكة طريقتها سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. هنا الدقيق معانا كوبايتين ونص. لازم الدقيق يكون نوعه كويس والزيت يكون نوعه كويس عشان ده بيفرق في طعم الكيكة. ما ينفعش طبعا يكون عندك زيت ومنه تعملي بيه او زيت نوع مش كويس، ولازم برضو الدقيق يكون نوعه كويس. دي هتاخدي افضل كيكة وطعمها ما شاء الله بيبقى جميل. هنا هحط كوبايتين ونص وبعاير المقادير كلها في نفس الكوبايه. هتلاقوني هعاير اللبن والزيت كله في كوبايه واحده عشان ايه ما اعملش مواعين كتير عليا. هنا بقى هنخل الدقيق كده عشان لما ندخله هوا الكيكه بتبقى نافشه معانا مش مكتومه. بيفرق طبعا في الطعم. وشويه ملح صغيرين ومحسن كيك. هنقلب بقى المكونات الجافه كده مع بعض. هنا بقى كوبايه سكر وكوبايه لبن وكوبايه الا ربع زيت. انا نقصت الزيت شويه عشان حطيت معلقه زبده ما شاء الله طعمها ما شاء الله يعني حلت طعمها قوي. واربع بيضات بلدي كل بيضه عليها بيجو فانيليا. نضرب بقى المكونات كده كويس في الخلاط. هنا هحط نقطه زيت في الصينيه علشان الكيكه ما تلزقش فيها. ورشه دقيق. واحنا بنجهز بقى في الكيكه نكون مشغلين الفرن بتاعنا عشان لازم يكون سخن. وبنحطها على الشبكه اللي في النص بتقعد بقى تلت ساعه نص ساعه حسب البوتاجاز بتاعك. وبنهدي طبعا عليها النار برضو حسب البوتاجاز بتاعك بقى انتي عارفه نظامه ايه. ومش كل شويه نفتح عليها، يعني مش كل شويه تفتحي الباب عليها عشان ايه تستوى كويس. يعني تبداي تشوفيها بعد نص ساعه تبداي تشوفيها استوت ولا ما استوتش. لو لقيتيها استوت والوش بتاعها ما خدش لون حلو ولا عليها الشوايه هدي عليها النار لحد ما تاخد اللون حلو وبعد كده طلعيها. بنقلب بقى نقلبها كده كويس لحد ما تبقى بالقوام الجميل ده. ما شاء الله كان طعمها تحفه. هحطها بقى كده في الصينيه. ما شاء الله جميله وحاجه عاملاها بايدك واثقه في النظافه بتاعتها مع كوبايه بقى شاي بلبن كوبايه شاي ساده حسب ما بتحبي. وكان طعمها ما شاء الله لذيذ وجميل. النهارده عملتها لكم ساده. ساعات كمان بحط عليها كريم شانتيه بقى وشوكولاته وبزوقها بيبقى طعمها حلو. هنا بقى بشرح لكم اللي انا عندي البوتاجاز مش متظبط فهي في يمه طلعت عاليه عن يمه. يعني الجنب ده طلع اعلى من ده بس عادي يعني. ده عيب شبكه بوتاجاز يعني عيب بوتاجاز مش عيب كيكه. ما شاء الله كان طعمها جميل. هتشوفها دلوقتي نافشه معاكم وجميله اهي ما شاء الله. واخده لون حلو ومستويه ما شاء الله جميل. وكان طعمها والله تحفه. ومقاديرها سهله مش صعبه وحاولوا تجربوها اللي ما عملهاش قبل كده يعملها. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله.